في تحليلي لفوز الأهلي على الهلال السوداني 1-0، سيناريو مباراة شفته قبل كده في نهائي دوري أبطال إفريقيا قدام الترجي التونسي. بتسجل هدف مبكر في أول دقايق المباراة، بتحاول الشوط الأول تسجل هدف تاني بشكل عشوائي بشكل فردي أكتر منه جماعي، والشوط التاني يعتبر مش بتيجي المباراة راضي بالنتيجة وكأنك كسبان سكور، لا في تغييرات داخل الملعب ولا من خارج الملعب ولا في تعليمات فنية، وتحس الفريق ارتضى بنتيجة المباراة والمدرب أول تغيير بيعمله في الدقيقة 76. مباراة تخرج منها كسبان نتيجة وأداء وترجع للمسار الصحيح، بتسجل هدف مبكر في أول 11 دقيقة. مباراة تخرج منها بأسوأ أداء بعد ما كان مفترض تقدم أفضل أداء وبنتيجة غير مفضلة خاصة في مرحلة الذهاب والعودة. بتلاعب فريق بيدور إزاي يديك الكرة حتى لو معاه هجمة مرتدة وعنده زيادة عددية، بيقرر اللاعب اللي معاه الكرة يديك الكرة عن طريق تسديدة من نص الملعب والأهلي ترجع ليه الكرة بسهولة. من أول المباراة ومن الشوط الأول واضح إن عندهم مشكلة ونقطة ضعف في الباك الشمال، لدرجة إن هاني الغير جيد بيعمل ثنائية مع أشرف بن شرقي اللي بيلعب في مكان غير مكانه، مش الأفضل بالنسبة لأشرف بن شرقي. وهنا 1 و2 و3 و10. أول حاجة أعملها كمدرب الشوط الثاني أنزل بحسين الشحات جناح يمين في المكان المفضل ليه، واخرج اكرم توفيق وانقل اشرف بن شرقي جناح شمال في عدلته، وارجع بامام عاشور اللي بيلعب في مركز غير مركزه لنص الملعب من جديد. انا ليه اصلا العب باتنين ديفندر، اكرم توفيق ومروان عطية، ومنهمش دور الاتنين قدام فريق مهلهل او فريق مش قوي، علشان العب باتنين ديفندر ملهمش اي دور داخل المباراة. بعدها بشوية حابب اخرج وسام اللي اصلا ما لعبتش عليها عرضيات رغم سوء مستواه، عايز اخرج وسام والعب باشرف بن شرقي جنب جراديشار، وانزل بعمر كمال جناح شمال مش يمين، واستغله في التسديدات اكتر منها عرضيات. لكن اروح اغير في الدقيقه 76 وانزل عمر كمال جناح يمين اللي مفيش منه استفاده في المكان ده غير العرضيات، وانا اصلا بطلع المهاجم اللي بيلعب بالراس، وانا عندي كمان حسين الشحات بره على الدكه ومحمد عبد الله. ده اغرب تغيير ممكن اشوفه من مدرب. كولر أدار المباراة بشكل سيء، أدار المباراة بشكل ما يليقش بالأهلي ولا بحجم الأهلي والإمكانيات الموجودة دلوقتي في اللعيبة ولا على المستوى اللي موجود فيه الفريق المنافس. أداء أسوأ ما يكون من مدرب بيدرب فريق بحجم الأهلي بجودة إمكانيات لعيبة هي الأعلى والأفضل، وأنت بتلاعب فريق يعتبر مش موجود. كرة فيها مكسب وخسارة لكن فيها أداء جيد وقوي، وده ما شفناهوش من الأهلي. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.